اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة يوم جديد وروتين جديد. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. نبدأ فيديو النهاردة عند الطيور كده ان شاء الله. عايزك تصلوا على النبي كتير في الكومنتات حبايبي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين الفراخ عمر النهارده عمر 42 يوم. انا كنت مصوره قبل كده عمر 40 يوم. زي ما انتم شايفين ديوك كده حلوه بيضه. ده يا جماعه زي ما قلت لكم الفراخ اللي هي ايه، اللي هي بنطلع منها الامهات. طبعا انا حاطه لهم علف، ده مش علف ده حطاه شامي، يعني شامي مدشوش مع ايه يعني خلطه كده على بعضيها، شويه علف قليلين على شويه على كميه شامي زي ما انتم شايفين، شامي اصفر. ده بديل للعلف. طبعا العلف غالي خالص حاليا، زي ما انتم عارفين العلف غالي، فاحنا بنعمل بديل للعلف اللي هو الشامي الاصفر. والشامي نفسه يعني غالي، بس الشامي عشان متوفر عندنا، فاحنا ايه دشين لهم شامي ونحط لهم شامي مطرح ايه، مطرح العلف. وزي ما انتم شايفين الكتاكيت دي الصغيره برضه حاطين لها شامي اصفر اهي. ده برضه نفس الفراخ الكتاكيت اللي انتوا شفتوها اللي هناك دي الفراخ. طبعا جبنا كمية تانية وصغيرة زي ما انتم شايفين. الواحد برضه يعني عامل 3 جنيه ونص. النهاردة ليهم 8 ايام. الكتكوت ده ليه 8 ايام زي ما انتم شايفين، بريشه طالع ريشه زي ما انتم شايفين. طبعا مش كبار قوي، ده بيبقى زي ما قلت لكم حوالي من كيلو لكيلو وربع او كيلو ونص. يعني حلو بعد الصمت، يعني بعد ما نذبحه ونصمته عامل حوالي كيلو ونص. طبعا وهنشوف شفنا الفراخ وشفنا الكتاكيت وادينا شفنا البط زي ما انتم شايفين. البط ده قلنا لكم قبل كده فرنساوي. ده بيخاف خالص والله، ما يعني بيلمح اي حد له لبت كده ببعضيه وبيخاف، مش عارفه ليه. اول مره نجيب النوع ده. بس المولر او المسكوف احسن منه بكتير. ده اسمه بط فرنساوي. الجوز عامل 120 او 110 زي ما انتم شايفين. دول الكتاكيت حط لهم برضه الوكله زي ما قلت لكم، ميه شام اصفر، حط لهم قشر نشارة خشب. عشان من البرد طبعا. وبالنهار بنفتح نعري البيات تدخلهم الشمس ونطفي اللمبة، وبالليل ننور اللمبة عشان الجو بيبقى ساقع في الليل. وكده خلصنا اكل الفراخ والطيور. واشوفكم على خير في يوم جديد وروتين جديد ان شاء الله. ومتنسوش اللايك ودعمكم كده باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد مني. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.